تخيل معايا بنت صغيره الاب ديالها ديما مشغول في الخدمه وما كيلقى حتى دقيقه باش يجلس معاها. الام ديالها مريضه مسكينه في السبيطار. مع الوقت الفقر بدا كيغلب عليهم، ومن بعد عده شهور توفات الام ديالها والاب بقى بوحديته وحيد، والفقر زايد كيكمل عليه. الاب حاول يقلب على خدمه، الحمد لله لقى الخدمه جديده. واحد النهار البنت ديالو شافت واحد الكسوه زوينه في الصاك ديال الاب ديالها، وظنات باللي غادي تكون هاد الكسوه ديال الام ديالها. قطعت الكسوه على القياس ديالها ولبساتها باش تفرح باباها، ولكن عوض ما يفرح الاب غوت عليها بواحد الطريقه خايبه. الايام دازت ومن بعد الاب اختفى بلا حتى ما يودعها. سنوات دازت والبنت كبرات وجا النهار ديال العرس ديالها. فجأة كيجي واحد الراجل عندها، واحد المتشرد كيطلب منها انها يعنقها. دفعات تما واستدعت الامن. قالت لهم والو، جريو على هذا المتشرد. بدا كيغوت وكيقول لها انا باك انا باك، ولكن جين كانت مصره ان البوليس يجريو عليه. وهو كيجبد شي حاجه من جيبه، طاحت له واحد الورقه اللي كان مكتوب فيها توضيح واعتذار. جين حبيبتي، ما كنصدقش شحال كبرتي، سمحي لي بزاف، ما كنتش حداك. كتفكري الكسوه اللي قطعتي كانت لمرات الرئيس ديالي في الخدمه، الثمن ديالها 10,000 دولار وتسجنت في الحبس بسببها، ولكن بغيتك تعرفي اني ديما كنبغيك. ومنين عرفات انه صرف فلوسه كاملين باش يداوي الام ديالها بقات كتبكي. جين وطلبات منه السماحه، وطلبات منه انه يمشي معها في الممر ديال الزفاف. القصه اللي بدات بالحزن سالات بالحب والمسامحه.